فالنهارده هناخد مع بعض درس اسمه الكونتينيود بروبورشن. هاجل بروبرتي 5، حاجه اسمها بروبرتي 5 هاجلها شويه لاخر الالجبرا. هنبدا درس الكونتينيود بروبورشن. قبل ما اخد الكونتينيود بروبورشن افكرك الحصه اللي فاتت كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في البروبورشن العادي، ان انت لو عندك مثلا 2 و3 و4 واكس ار ان بروبورشن كنت بتعمل ايه يا هندسه؟ كنت بتقسم الاول على الثاني بتساوي مين على مين؟ الثالث على الرابع، وكروس مالتيبليكيشن وتوتا توتا خلصت الحدوته، صح؟ تمام. احنا النهارده عندنا حاجه اسمها continued proportion. ليه سموها continued proportion؟ ركز بقى معايا. يقول لك عندك A و B و C are مش in proportion، are in continued proportion. are ايه؟ in continued proportion. تمام. كلمة continued proportion يعني ايه؟ الأول على التاني بتساوي التاني على التالت. الأول على التاني بتساوي التاني على التالت، في استمرارية. زي بالظبط كده السلسلة، الحلقة الأولى ماسكة في التانية والتانية ماسكة في التالتة. الأول على التاني بتساوي التاني على التالت. بص كده هتبقى إيه على بي بتساوي مين على مين؟ بي على سي. يعني المرة دي بدل الأول على التاني بتساوي التالت على الرابع، لا، الأول على التاني بتساوي التاني على التالت. في مشكلة في الكلمتين؟ طيب ثانية واحدة وبالراحة، واحدة واحدة بقى، وخليك ركز. الكونتينيود بروبورشن يتميز إن هما 3، ممكن يبقوا 4، هقول لك إزاي في آخر الحصة، بس الأكترية بتبقى 3. فبنعمل الأول على التاني بتساوي التاني على التالت، ده اسمه الفيرست بروبورشن. ده اسمه الميدل بروبورشن. اسمه ايه؟ الميدل، اللي هو التاني بس في النص بقى. ليه؟ لان هما 3، فالتاني هيبقى هو الميدل، هو اللي هيبقى في النص. في مشكله؟ يبقى البتاع اللي في النص ده كده اسمه ميدل بروبورشن، اللي في النص يعني. طيب ماشي يا مستر، ماله يعني؟ لا مفيش، بيحتاج يطلبه. هو له قانون؟ هثبت لك القانون، وبعد ما نثبت القانون هنحفظه. ماشي؟ اوكي؟ بسرعه. تعرف تضرب البي في البي؟ البي في البي تبقى بي كام؟ سكوير ايكوالز الايه في مين؟ في السي. تعرف تاخد دي الناحيه الثانيه توديها بالسكوير روت؟ هتبقى ايه؟ قول لي كده، البي بتساوي سكوير روت اي سي، بس الباور ده ايفن، وعشان خاطر الباور ده ايفن لازم انا وانت نحط بوزيتيف اور نيجاتيف، صح؟ فكك من الكلام ده بقى كله، فكك من الكلام ده كله، هنحفظ مع بعض قانون الميدل بروبورشن بيساوي بوزيتيف اور نيجاتيف روت الفيرست في الثيرد. بص كده، الميدل بروبورشن بيساوي بوزيتيف اور نيجاتيف روت الفيرست في مين؟ في الثيرد. سيبك من القانون، هنحفظه مع بعض. يلا، الميدل بروبورشن اجيبه ازاي؟ بوزيتيف اور نيجاتيف روت الفيرست في مين؟ في الثيرد. تاني، ازاي اجيب الميدل؟ بوزيتيف اور نيجاتيف روت الفيرست في مين؟ في الثيرد. السؤال يجي ازاي؟ يقول لك صباح الخير، تقول له صباح النور. يقول لك مثلا البي هو الميدل، ماشي يا عم، عاوز ايه؟ يقول لك ان الفيرست مثلا ب4 والثيرد ب8. عايز ايه؟ عاوز الميدل. غالي والطلب رخيص، سهله جدا. الميدل بيساوي ايه؟ سمعني صوتك. الميدل يساوي بوزيتيف اور نيجاتيف روت الفيرست في مين؟ في الثيرد. رص بقى دول على الكالكليتر كده يا باشمهندس يا دكتوره محترم، تطلع زي ما تطلع. او تعالى نعملها بارقام حلوه، نخلي ده 2 وده كده 2، فالاجابه تطلع بوزيتيف والنيجاتيف 4. فالراجل يديك رقمين، يقول لك لو سمحت عاوز الميدل. صباح الخير، بوزيتيف والنيجاتيف روت الفيرست في الايه؟ في الثيرد. هتقول لي بس ده الاول والثاني. اقول لك لا، هو قال ان ده الميدل، ده الميدل، ده اللي في النص، فهيبقى ده الاول وعندنا الميدل وعندنا الايه؟ الثالث. المهم يعني يقول لك عاوز الميدل بروبورشن اوف تو بروبورشن، تعمل ايه؟ بوزيتيف والنيجاتيف روت الفيرست في الايه؟ في الثيرد. واحده كمان، واحده كمان، واحده كمان. ركز ركز ركز. بص يا صديقي العزيز، يقول لك كده صباح الخير، صباح النور، وليكن عندك اي حاجه، وليكن تعال نقول اي رقم. قول يا عم، ادي الاولاني اهو ب2، والتاني مثلا باي حاجه وليكن 20 40، مش هتفرق، اي رقم غريب.
وطلب مني الميدل. طب انا لو عايز اجيب الميدل هعمل ايه عشان خاطر اجيب الميدل؟ قال لك الميدل بيساوي بوزيتيف اور نيجاتيف روت ده فيرست في مين؟ في الثيرد اللي هو 40. وطبعا انا مش مهتم تطلع بكام على الكالكليتر، مش مهم، ما طول ما الاله معايا وانا بتكتك على الكالكليتر تطلع اجابه زي ما تطلع. في مشكله في الكلمتين؟ لا. يبقى اول حاجه بيطلبها مني يجيب الميدل، والسؤال ده يجي تشوز، ما يجيش سؤال كبير ما تقعدش تحضر فيها دكتوراه. يقول لك عندك رقم ورقم عاوز الميدل. الميدل بجيبه ازاي؟ بوزيتيف والنيجاتيف روت الفيرست في الايه؟ في الثيرد. وهنا اقول ملحوظه صغيره، الراجل ساعات بيعمل حركه لطيفه جدا بقى. يعمل ايه؟ اصحى. انت بتجيب البوزيتيف والنيجاتيف، ساعات يجي في التشوز يقول لك لا انا عاوز البوزيتيف بس، تكتب له بوزيتيف بس. عاوز النيجاتيف بس، تكتب له النيجاتيف بس. طب ما قالش لازم تحط بوزيتيف وايه؟ نيجاتيف. في مشكله؟ ده كان اول نوع عندنا في الاسئله. يبقى صباح الخير بنتكلم عن حاجه اسمها الكونتينيود ايه؟ بروبوشن. كلمه كونتينيود بروبوشن يعني الاول على الثاني بتساوي الثاني على الثالث، ما عدا حته كده معينه هقولها في اخر الحصه. الاول على الثاني بتساوي الثاني على الثالث، ماشي خلاص. في بقى استفدنا مع بعض ان في قانون اسمه قانون الميدل. الميدل بجيبه ازاي؟ بوزيتيف والنيجاتيف روت الفيرست في الايه؟ في الثيرد. بوزيتيف والنيجاتيف روت الفيرست في الايه؟ في الثيرد. في مشكله؟ لا خلاص. ده اول نوع من المسائل وبيجي تشوز ومش هنحضر فيه دكتوراه ومش مكملين معاه طول الحصه. قشطه. دلوقتي هفرش سبوره فيها مهاره مهمه من اولى وثانيه اعدادي. فاكرين المره اللي فاتت برضو عملنا حاجه كده كروس مالتيبليكيشن وتظبيط الاكسات والوايات. هفرش سبوره دلوقتي فيها مهاره مهمه. المهاره دي هنستخدمها جوه الدرس، تركز فيها عشان هي دي الاساس بتاع درسنا النهارده. ماشي؟ سبوره جديده، سبوره جديده، سبوره جديده. صباح الخير. كده عندنا حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، عملتها في اخر مساله المره اللي فاتت وهنعملها النهارده طول الحصه. ركز. لو عندك كده ايه مثلا سي باور 2، الشكل ده بوزع فيه الباور، وزع الباور على الاولاني وعلى الايه؟ على الثاني. فالاجابه هتبقى ايه؟ ايه باور 2 ايوه سي باور 2. في اعتراض؟ حد شايف الموضوع فيه مشكله اصلا؟ لا. فلو عندك براكت في مثلا اي حاجه وليكن سي ام، سي ام باور 3، مين السي؟ حرف، مين الام؟ حرف. يلا هنعمل ايه في المنظر ده؟ هوزع الباور، لان في قاعده بتقول لك من حقك توزع الباور طول ما مفيش بلس او ماينس في النص. من حقي اوزع الباور طول ما مفيش بلس او ماينس ايه؟ في النص. وزع كده الباور. يلا هتبقى سي باور كام؟ 3. ام باور كام؟ 3. في مشكله في الكلمتين؟ لا انا حاسس الموضوع بديهي بزياده، صح؟ طب تعالى نفترض حاجه تاني. لو انا عندي كده 2 مثلا ام وهنا في باور 2، هنعمل ايه في الباور 2؟ هوزعها على الاولاني وعلى الايه؟ وعلى الثاني. هتبقى 2 باور 2 اللي هي 4. ام باور كام؟ باور 2. ده ايه علاقته بدرسنا يا مستر؟ لا انا بتاكد بس انك متعلم الاول. بنطمن على اولى وثانيه اعدادي الاول كده، الحاجات اللي احنا خدناها من واحنا صغيرين. لو لقيت باور في المنظر ده كده هتعمل ايه؟ هوزع الباور. في اعتراض؟ في مشكله؟ ده كلام تافه وعملناه المره اللي فاتت في مساله من مسالتين. قشطه؟ يبقى انا لو لقيت باور على براكت هعمل ايه في الباور؟ هنزله على الاول وانزله على الثاني. سهله. طيب في بقى حاجه مهمه جدا 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 جدا، حاجه اسمها كومن فاكتور، وخاصة للحروف. الحروف رموز. ركز بقى معايا. الكومن فاكتور اللي هي الحروف بحب اقولها كده بشعار هتحفظه معايا. طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. مش فاهم؟ اوضح لك. تخيل معايا يا صديقي العزيز عندي حاجه بالمنظر ده كده، وليكن يا ولاد عندي سي مثلا بلس او 3 سي بلس مثلا 4 سي باور 2 ام. لما اجي ابص على الشكل اللي قصادك ده، فين الحرف اللي متكرر في البارت الاول والبارت الثاني؟ حرف الايه؟ السي، صح؟ صح؟ طالما الحرف متكرر هنسحب الباور الاصغر. ركز بقى عشان دي اساس الدرس. هو السي هنا باور كام؟ 1. السي هنا باور كام؟ 2. طول ما الحرف متكرر، انت اعترفت ان السي هنا ايه؟ متكرر، موجوده في الاول وموجوده في الثاني، صح؟ طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر.
طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. مين الباور الصغير هنا؟ سي باور كام؟ 1. فهسحب سي باور 1 كومن فاكتور وافتح براكت. وركز بقى في الحته الجايه دي عشان جامده. لما اسحب سي باور 1 كل سي هتخس 1. لما اسحب سي باور 1 كل سي تخس ايه؟ 1. بمعنى ايه؟ سحبت السي باور 1 اتبقى هنا كام؟ 3. شكرا. بلس الاربعه تنزل. سحبت سي باور 1 فكل سي هتخس ايه؟ 1. السي باور 2 مش هتبقى سي باور 2، تبقى سي باور كام؟ 1. والام دي جيت جنبها تنزل زي ما هي. مستر تاني تاني وتالت ورابع وخامس ده اساس درسنا النهارده. درسنا النهارده كتالتة اعدادي ما فيهوش محتوى جامد. المحتوى اللي فيه شغل هو الحاجات السهله دي. ممكن اقول واحده كمان، ممكن اقول واحده كمان بالراحه وعلى الهادي وهتفهمها يعني هتفهمها. ركز. تخيل معايا عندي حاجه كده 5 سي باور 2 بلس 4 سي ام. يلا مين الحرف المتكرر هنا؟ السي ولا الام؟ السي موجود في الاول وموجود في الثاني. ماشي، يبقى الحرف متكرر. طول ما الحرف متكرر هسحب الباور الايه؟ الاصغر. مين الباور الصغير؟ السي باور 2 ولا السي باور 1؟ سي باور 1. يلا اسحب لي السي باور 1 وافتح براكت. لازم ما نسحب حاجه كومن فاكتور بنفتح جنبها ايه؟ براكت. يلا سي باور 1. لما اسحب سي باور 1 كل سي هتخس 1. طب لو سحبت سي باور 2 كل سي تخس 2. طب لو سحبت سي باور 3 كل سي تخس 3. انا ساحب الباور الاصغر اللي هو السي باور 1 فكل سي هتخس ايه؟ 1. طيب يلا ال5 تنزل زي ما هي. السي باور 2 تبقى كام؟ سي باور 1 بلس ال4 تنزل زي ما هي. سحبت السي باور 1 خلاص ما بقى لهاش وجود، تبقى 4 ايه على طول؟ ام. مستر تاني عينيا الاثنين يا ولد. بسرعه 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 بسرعه. عينيا الاثنين. ركز ركز ركز. اصحى اصحى اصحى. لو عندي كده يا ولد وليكن سي ام باور 2 بلس 4 ام. سهله سهله سهله. يلا طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الايه؟ الاصغر. مين الحرف المتكرر اصلا؟ السي ولا الام؟ الام. حلو. فين الباور الصغير؟ باور 2 ولا باور 1؟ باور 1. نسحب مين؟ ام باور 1. اسحب لي ام باور 1. لما اسحب ام باور 1 افتح جنبه براكت. ولما اسحب ام باور 1 كل ام هتخس ايه؟ 1. ركز ركز. لما اسحب ام باور 1 كل ام تخس ايه؟ 1. يلا السي تنزل زي ما هي. الام باور 2 تخس 1 تبقى ام بلس ال4 تنزل. سحبنا الام باور 1 اتبقى حاجه؟ خلاص اتبقى الاربعه. واحده كمان يا عم. زهقت. مستر احنا ليه ما سحبناش هنا السي؟ عشان الحرف مش متكرر. لازم الحرف يبقى ايه؟ متكرر. طيب واحده كمان. تعالى نعمل ميكس كده سخيف. يلا اصل دي سهله. واحده سخيفه بقى. بص بقى سي باور 2 ام بلس او خليها باور 2 بلس 5 سي ام. يلا طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الايه؟ الاصغر. حلو. هنا في حرفين متكررين. السي متكرره والام برضه متكرره. نمشيها واحده واحده. السي باور 2 هنا والسي هنا باور كام؟ 1. الام باور 2 هنا والام باور كام؟ 1. السي متكرره. طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. هسحب سي باور 1. الام متكرره. طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. سحبت سي باور 1 وام باور 1. اصحى اصحى اصحى. لما اسحب سي باور 1 كل سي تخس 1. ولما اسحب ام باور 1 كل ام تخس 1. تعالى بقى السي باور 2 تبقى كام؟ سي. الام باور 2 تبقى كام؟ ام بلس ال5 جيت جنبها تنزل زي ما هي. السي دي انا مش سحبتها. السي باور 1 سحبتها. ما خلاص مش هتخس حاجه، ما هي ده اخرها. هي اصلا 1 خدتها. والام دي خدتها صح؟ اتبقى حاجه؟ لا اتبقى مين؟ ال5. يبقى انا كده خدت كومن فاكتور. يبقى القاعده بتقول لك طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. بص على الحروف المتكرره. بص على الحروف المتكرره. طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الايه؟ الاصغر. في اعتراضات؟ في مشكله؟ طيب تعالى بقى نخش في الدرس بتاعنا اللي مش هيتبني على ثالثه اعدادي. البق اللي هقوله في الدرس بتاعنا قد كده، لكن الشغل اللي هنشتغله في المسائل
هو الشغل ده. ماشي؟ شغل الكومن فاكتور، شغل العيال الصغيرين بتوع اولى اعدادي. قشطه؟ يبقى طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الايه؟ الاصغر. واتفقنا ان لو عندي باور ومفيش بلس او ماينس في النص هعمل ايه في الباور؟ هوزع. في مشكله؟ سبوره جديده، الدرس بتاعنا يبدا ويخلص ونبدا نشتغل شغل العيال. كل الدرس شغل عيال ما عدا 10% اللي هي بتاعه ثالثه اعدادي. نقول سبوره جديده، نقول سبوره جديده، سبوره جديده. يلا الدرس بتاعنا يقول لك ايه؟ يقول لك A و B و C are مش in proportion، لا are in continued proportion. انا هثبت القانون، بعد ما هنثبته هتحفظه، خلص. ماشي؟ لان كده كده معلكش الاثبات بتاعه، ملوش لزوم قوي يعني. فانا هثبت لك القانون مره، بعد كده حفظ بقى الكلام ينتهي. ولا يلا، طالما ار ان كونتينيو بروبورشن اعمل الاول على ايه؟ على الثاني بيساوي الثاني على الثالث. اصحى معايا، يبقى ايه على بي بتساوي بي ايوه على سي. في اعتراض؟ طيب الايه على بي ممكن تطلع ب3 صح؟ وبتساوي البي على السي اللي هي برضه ممكن تطلع بكام؟ ب3. فانا هسمي الاولاني ده بيطلع ام والتاني بيطلع ام. مين الام؟ هي الريشيو الثابت، هي الريشيو الايه؟ الثابت. طيب ركز معايا، البي ممكن اعمل كروس مالتيبليكيشن، السي هتتضرب في مين؟ في الام. معلش انت هتتضايق من اللي انا بقوله دلوقتي، بس هتحفظه وتبقى زي الفل مالكش دعوه. يلا البي بتساوي كام؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن، السي بالديفايد تروح بالايه؟ بالتايمز، يبقى البي بتساوي كام؟ سي ام. طيب يلا بينا صح معايا، الاي مش البي دي بالديفايدد، دي بالديفايدد تروح بالايه؟ بالتايمز، يبقى الاي بتساوي بي ام. ثانيه واحده، مش البي بتساوي سي ام؟ شيل البي وحط مكانها سي ام. يلا يبقى الايه بتساوي سي ام، واصلا المساله كان فيها ايه؟ ام. ام في ام بام باور 2، يبقى الايه هتساوي سي ام باور 2. شايف الاثبات انا قلته ده؟ مش لازمه، مزعج سخيف. ممكن نحفظ الحته دي، نحفظ مش الاثبات، نحفظ الفكره. لو جه قال لك كده الاي والبي والسي ار ان continued proportion، بص الفرضيه اللي هنفترضها بقى، البي هتساوي سي ام والاي هتساوي سي ام باور 2. احفظ. مستر عايز افهم، اللي فهم خلاص في الاثبات، مش مهم، مش مهم تفهم، اصل الماث مش لكل الناس ومش كلنا بنحب الماث، فالاثبات بقوله اللي فهم اللي ما فهمش مش مشكله، خش على الشغل بقى بتاعنا. يلا لما يقول لك الاي والبي والسي ار ان كونتينيود بروبورشن وانا مغمض، اقول له البي بتساوي سي ام والاي بتساوي سي ام باور 2. طب اقول لك تحفظها بطريقه كده بس مش علميه يعني، مش السي بتبعد عن البي خطوه واحده، يبقى البي بتساوي سي ام، لكن الاي بتبعد كام خطوه؟ خطوتين، يبقى سي ام باور 2. طبعا ده اثبات مش يعني، ده كلام مش علمي، ده كلام بيننا وبين بعض كده، ما تقولوش لحد. اوكي؟ يبقى البي بتساوي سي ام والاي بتساوي سي ام باور 2. يبقى نحفظ مع بعض، لو قال لي الاي والبي والسي ار ان كونتينيو بروبورشن، على طول وانا مغمض البي بتساوي مين؟ سي ام، والاي بتساوي مين؟ سي ام باور 2. وبعدين يا مستر تعالى بقى اقول لك المسائل تبقى عامله ازاي، بس استاذنك نحفظ تاني الافتراض تاني. لو عندك الاي والبي والسي ار ان continued proportion، يلا صباح الخير، اقول له البي بتساوي كام؟ البي بتساوي كام؟ سي ام، والاي بتساوي كام يا هندسه؟ سي ام باور 2. ماشي؟ وبعدين المساله تبدا. فين ثالثه اعدادي؟ اهي. طب والمساله لما هتبدا هنحل بأني طريقه؟ بطريقه اولى وثانيه اعدادي، طريقه العيال الصغيره بتاعت الكومن فاكتور وتوزيع الباور. بس كده؟ بس كده. ماشي؟ تعال اقول لك المسائل بتاعتنا، والنهارده هتخرج فاهم وحافظ كل الافكار والدنيا تبقى معاك كويس. ماشي؟ بس الافتراض ده اساسي. اسمع صوتك. يلا لو A و B و C are in continued proportion، B بتساوي كام؟ سي ام، والاي بتساوي كام؟ سي ام باور 2. قشطه؟ وبعد كده نخش على المسائل، سبوره جديده وهنبدا بقى الحل بتاعنا. انا اسف على الرغي، ولكن يلا بينا نحل والمسائل تبقى معاك جميله ان شاء الله. يلا بينا. المساله في راس السؤال بتاعها كده بيقول ايه؟
يقول لك ال A وال B وال C are in continued proportion. اثبت ان دي قد دي. طالما قال لي كلمة continued proportion صباح الخير، أول افتراض بفترضه واحنا هنحفظه مع بعض إن شاء الله. أول افتراض أقول له ليه؟ البي بتساوي سي ام والاي بتساوي سي ام باور 2. ده كده صباح الخير، ده شغل تالتة إعدادي. ماشي. عاوز أثبت إن الناحية الشمال بتساوي الناحية اليمين. همسك الناحية الشمال كده، أكتبها تاني لوحدها، واكتب جنبها ليفت هاند سايد. ليه ليفت هاند سايد؟ لانها ناحيه ايدي الشمال. واكتب السؤال تاني، نكتب ايه؟ 2a بلس 3b على 2b بلس كام؟ 3c. فاكر المره اللي فاتت لما كنت بشيل الايه واحط حاجه واشيل البي واحط حاجه كده واعمل لها براكت؟ نفس الكلام هعمله النهارده. يلا هشيل الايه احط حاجه، شيل البي واحط حاجه، شيل البي واحط حاجه، بس السي ما بتتشالش. انا عندي ايه ومين وبي. طيب اوكي، يبقى صباح الخير كده بيقول لي ايه وبي والسي ار ان كونتينيو بروبورشن. انا حافظ الافتراض، الايه بتساوي كام؟ سي ام باور 2 والبي بتساوي كام؟ سي ام. بعد كده بنعمل ايه؟ بمسك الناحيه الشمال افرغها وبعد كده نعوض. يلا البي موجوده هنا وهنا، ها البي موجوده هنا وهنا، ها هشيل البي احط مكانها كام؟ سي ام. اصحى، شيل بي احط مكانها كام؟ سي ام. شيل بي احط مكانها كام؟ سي ام. في اعتراض؟ لا. شيل الايه احط مكانها كام؟ سي ام باور 2. حد زعلان؟ لا. ده نفس الكلام المره اللي فاتت، بدل ما كنت بشيل الايه واحط مكانها 2 ام و3 ام و4 ام و5 ام، شلت وحطيت مكانها سي ام وسي ام باور 2. يلا بينا اظبط كده المساله بتاعتك. يلا هتبقى 2 ايه؟ 2 سي ام باور 2 بلس كام؟ قول لي 3 سي ام على 2 سي ام بلس كام؟ 3 سي. وهنا المساله تنتهي وثالثه اعدادي تخلص وتبدا شغل اولى وثانيه اعدادي العيال الصغيرين. طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. بص تحت الاول، تعال نبص تحت. مين الحرف المتكرر تحت؟ السي. هنا سي باور 1 وهنا سي باور 1. في حاجه اصغر من الثانيه؟ يبقى هنسحب السي باور كام؟ 1. يلا اسحب لي السي باور 1. يتبقى مين؟ لما اسحب سي باور 1 يتبقى مين؟ قول لي كده 2 ام. لما اسحب سي باور 1 يتبقى كام يا ابني؟ 3. طيب بص فوق، طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. السي متكرره صح؟ هسحب السي. مستر مش السي بس اللي متكرره، مين تاني متكرر يا ورا؟ الام. ام باور 2 ام باور 1 هنسحب ام باور كام؟ 1، لان طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. سحبت السي باور 1 اهي واسحب الام باور 1. يلا بينا لما اسحب سي باور 1 يتبقى كام؟ 2. لما اسحب من الام باور 2 امايه هيتبقى مين؟ ام بلس. ركز، سحبت السي باور 1 سحبت الام باور 1 اتبقى مين يا هندسه؟ 3. حد زعلان؟ يا مستر زعلانين. سيبك، مع اول وتاني وتالت مساله هتتعود على الشكل المزعج ده فهيبقى بالنسبه لك سهل. معلش زق بس المساله ومع الاعاده وتكرار المسائل هتلاقي الدرس بسيط قوي. يلا نطير الحاجات اللي شبه بعض. السي هتطير مع مين؟ سي. 2 ام بلس 3 مع 2 ام بلس 3 هيطيروا ايه؟ مع بعض. هيتبقى مين غلبان لوحده؟ الام. يعني الليفت هاند سايد صفصف على حاجه. بص كل ده في الليفت هاند ايه؟ سايد صفصف على حاجه اسمها ايه؟ ام. في واد من الفرحه يسيب باقي السؤال، ولا انت كل ده شغال على الليفت هاند سايد؟ امسك لي بقى ليه؟ الرايت هاند سايد. يلا نكتب كده، ادي الرايت هاند سايد. اكتبه تاني من الاول. اكتب مين فوق؟ ها؟ ايه. واكتب مين تحت؟ بي. يلا شيل الايه وحط مكانها حاجه، شيل البي حط مكانها حاجه. يلا شيل الايه. لما اشيل الايه احط مكانها كام؟ سي ام باور 2. لما اشيل البي احط مكانها كام؟ سي ام. يلا نشطب بالسلامه. سيهايه من تحت راحت مع سيهايه ايه؟ من فوق. فوق في كام ام؟ في تحت في كام ام؟ 1. امايه من تحت هتطير مع امايه من فوق، هيتبقى فوق ام.
ده الرايت هاند سايد برضو طلع ايه؟ ام. صح؟ هنا انا اثبتت ان الناحيه الشمال طلعت حاجه والناحيه اليمين طلعت نفس الحاجه، فاقول له كده therefore الليفت هاند سايد بتساوي ايه؟ الرايت هاند سايد. قبل ما تحكم على المساله وتقول فهمت ولا ما فهمتش، صعبه ولا سهله، اسالك سؤال واحد صغير قد كده قد كده قد كده. الخطوات دي هتتعد وهتتعود عليه. انا عارف انها بتبقى مزعجه في البدايه كده، بس اسالك سؤال، هو فين تالتة اعدادي؟ اهي. طب لما اجي اعوض دي تالتة اعدادي، لما اسحب كومان فاكتور دي تالتة اعدادي، طب اي حاجه تانية في السبوره تالتة اعدادي؟ لا. يبقى تالتة اعدادي هو الافتراض الاولاني، ولكن بعد كده شغل اولى وثانيه اعدادي. طب نعيد؟ نعيد، نقول مساله واثنين وثلاثه واربعه لحد ما تتخني وتقول لي فهمت. واحده كمان، سبوره جديده وواحده كمان. بص يا هندسه، الراجل بيقول لك الاي والبي والسي ار ان كونتينيود بروبورشن، او ممكن يقولها بطريقه تاني، ممكن يقول لك البي هي الميدل. طب ما طالما البي الميدل يبقى هما ثلاثه، يبقى برضه في الايه؟ في الكونتينيود. ركز معايا، ركزي معايا بابا، ركزي. الراجل عاوز يثبت ان دي بتساوي دي، صح؟ اصحى معايا بقى. فين افتراض ثالثه اعدادي اصلا؟ ما بيقول لي هما كونتينيود. تعالى نكتب القوانين بتاعه ثالثه اعدادي. هقول له البي بتساوي كام؟ سي ام. والايه بتساوي كام يا هندسه؟ سي ام بار 2. ده صباح الخير كده. بعد كده هعمل ايه؟ همسك الليفت هاند سايد الناحيه الشمال، اكتبها تاني. الليفت هاند سايد بتساوي، اكتبها تاني، هي A ماينس B على B ماينس C. بكتب السؤال تاني. بعد كده بنعمل ايه؟ بشيل البي واشيل الايه. يلا شيل الايه، شيل البي، شيل البي، ما تشيلش السي، ملهاش قانون عندي، بسيبها زي ما هي. اوكي تمام. ركز. فين الايه فين البي والبي؟ اهي البي هنا والبي هنا، صح؟ يلا البي بكام؟ سي ام. البي بكام؟ سي ام. قشط. الايه بكام؟ سي ام بار 2. حد زعلان؟ ده كلام لحد دلوقتي خايب. الحته بقى اللي بتضايقك هي الكومن فاكتور، صح؟ هتتعاد مليون مره. تعالى نكتب مسألتنا تاني، كل ده في الليفت هاند سايد. يلا سمعني صوتك. اكتب ايه؟ سي ام باور 2 ماينس سي ام على سي ام ماينس سي. ولا تعالى نشتغل تحت الاول. يلا السي دي جنبها 1 طبعا، ها؟ مقتنعين؟ السي جنبها ايه؟ 1، ها؟ يلا طول ما الحرف متكرر هسحب الباور الايه؟ الاصغر. مين الحرف المتكرر يا جماعه؟ السي. يبقى نسحب مين؟ السي. ركز بقى الحته اللي بدايك اهي، السي. يلا سحبنا السي، اتبقى ام. سحبنا السي، ما اتبقاش حاجه، بس انا عارف ان جنب السي في ايه؟ 1، فقمت كاتب ايه؟ 1. تعالى هنا، طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. مين متكرر هنا؟ السي والام متكرره، السي متكرره والام برضو متكرره. طيب تعالى نسحب السي باور 1 والام باور 2 والام باور 1. نسحب مين يا دكتور؟ نسحب مين؟ الام باور 1. طيب صح بقى، وركز ركز 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 ركز. يلا سحبنا السي، ما تبقاش حاجه. من الام باور 2 سحبنا امايه، اتبقى ام ماينس. هنا في جنبهم واحد، صح؟ سحبنا السي وسحبنا الام، ما تبقاش حاجه، سيبنا الايه؟ الواحد. مين يطير مع مين؟ السي هتسافر مع مين؟ مع السي. والام ماينس 1 مع الام ماينس 1، اتبقى ام. يبقى الناحيه الشمال صفصفت على ام. اوعى الفرحه تنسيك بقى السؤال في ناحيه ايه؟ يمين. يلا همسك الرايت هاند سايد اكتبها تاني. يلا اكتبها تاني. اكتب ايه؟ قول A بلس 3B على 3C بلس B. احنا بنشيل مين ومين؟ ال A وال B، صح؟ يلا شيل ال A، شيل ال B. ال C بشيلها ولا لا؟ لا. شيل مين؟ ال B. يلا عوض في ال B. ال B بتساوي كام؟ CM. ال A بتساوي كام؟ CM باور 2. قشط. ممكن استاذنك كده بمنتهى الشياكه اللي في الدنيا، البراكتس دي تقريبا ملهاش لازمه، صح؟ دلوقتي يعني شيلها كده اهي، انا بس كنت عاملها عشان اعوض. طيب
يلا الخطوه المتكرره المزعجه اللي بتضايقك، طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. اشتغل على اللي تحت اسهل ايه. يلا بينا يا ابني اشتغل على اللي تحت. ها مين الحرف المتكرر؟ السي. اسحب سي باور 1. اسحب السي باور 1. يتبقى مين هنا؟ 3. لما اسحب السي يتبقى مين يا ابني؟ الام. تعالى فوق. طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. هنا متكرر مين ومين؟ السي والام، فهنسحب مين ومين؟ السي والام. اسحب السي واسحب مين؟ الام. اسحب بقى اسحب بقى اسحب بقى. بص احنا سحبنا سيهايه وامايه صح؟ عشان خاطر ريلاكس عشان خاطر ريلاكس. سحبنا السي اتبقى حاجه؟ سحبنا امايه من اصل 2 اتبقى ام بلس ال3 تنزل. سحبنا السي اتبقى حاجه؟ سحبنا الام اتبقى حاجه؟ لا اتبقى مين يا ابني بس؟ ال3. تعرف تشطب؟ تعرف تشطب؟ يلا مين يشطب ها؟ السي سافرت مع مين؟ مع السي. هو 1 زائد 2 هي 2 زائد 1 صح؟ 1 زائد 2 هي 2 زائد 1. ام بلس 3 هي 3 بلس ام. مش 1 زائد 2 هي 2 زائد 1. يبقى 3 بلس ام هي ام بلس 3. سلامة، دول شبه بعض طاروا مع بعض. اتبقى مين برضه؟ ام. سلامة سلامة سلام. فاقول له في الاخر ايه؟ ان الليفت هاند سايد بتساوي الرايت هاند سايد. بتيجي تبص على السؤال فين تالتة اعدادي؟ اهي. الباقي ده تعويض ابتدائي وسحب كومن فاكتور من اولى وثانيه اعدادي. بيتعاد كام مره؟ كتير. ده شغلنا النهارده. فالكومن فاكتور يا اولاد اللي قاعدين معانا والناس اللي بتتفرج، الكومن فاكتور بنقعد نشتغله بالتدريب على طول، واحده في واحده في واحده في واحده في واحده، بتلاقي نفسك ايدك مشيت وظبطت معاك. تمام اوكي. عشان كده مستر عيد تاني، فين الفكره الجديده في الدرس يا مستر؟ فيش. يعني من اول ما بدات اول سؤال لحد اخر الحصه هقول نفس الفكره. هعوض واسحب كومن فاكتور، هعوض واسحب كومن فاكتور، هعوض واسحب كومن فاكتور. سبوره جديده، مساله جديده، سبوره جديده ومساله جديده. يلا بينا. المسائل بتتغير ولكن الفكره ثابته وهي بيقول لك A و B و C are in continued proportion، او يقولها بصيغه تاني يقول لك ان ال B is the middle between A و C. ماشي؟ طيب يلا بينا. عايز يثبت ان الناحيه الشمال بتساوي الناحيه اليمين. اول حاجه امسك الناحيه الايه؟ الشمال، ليفت هاند سايد، اكتبها هي ولا القانون الثابت بتاعنا حافظه؟ حافظه. البي بتساوي كام؟ سي ام. والاي بتساوي كام؟ سي ام باور 2. في اعتراض؟ نو. طيب يلا بينا. شيل الايه واحط مكانها الفاليو بتاعتها. الايه اشيلها واحط مكانها كام يا ابني؟ سي ام باور 2. السي بشيلها؟ قول لنفسك السي بتشيلها؟ لا. ماشي. تعرف تشطب؟ السي سافرت مع السي بقى كام يا ابني؟ ام باور 2. حد زعلان؟ ايه ده؟ دي مسألة خلصت قبل ما تبدأ. بس اوعى الفرحة تنسيك الناحية الايه؟ اليمين. يلا بينا. همسك الرايت هاند سايد. اكتبها تاني يا دكتور. تبقى ايه؟ بي باور 2 على سي باور 2. اصحى. السي بشيلها واحط حاجة؟ السي بشيلها واحط حاجة؟ لا. البي بشيلها حط مكانها مين؟ سي ام باور سي ام بس صح؟ طيب المستر قال لك دي ولا ما قالهالكش؟ قال لك الباور 2 بنعمل فيه ايه؟ بنوزع. فالاجابه هتبقى كام؟ غششني كده. فوق في كام كده؟ قول لي قول لي قول لي قول لي. سي باور 2 ام باور 2 على سي باور 2. سلامه. دي سافرت مع دي. اتبقى كام برضو؟ ام باور 2 ولا الرايت هاند سايد بكام؟ الرايت هاند سايد بام باور 2، الليفت هاند سايد برضه بام باور 2. اقول له ايه؟ الليفت هاند سايد بتساوي الرايت هاند سايد. في مشكله؟ يبقى بقول قانون ثالثه اعدادي بعوض واشطب، والناحيه الشمال بتساوي الناحيه الايه؟ اليمين. طيب تعالى نخش على كويستشن كمان، سبوره جديده، كويستشن كمان وسبوره جديده. السؤال يقول لي ايه؟ ركز معايا ولا يقول لك اثبت ان ده بيساوي ده. يا عم متكرره قديمه بس في راس سؤال بيقول لك A و B و C are in continued proportion. لازم الافتراض اللي هفترضه لازم يقول لي كلمه continued، او يقول لي البي از ذا ميدل اللي هي في النص يعني. طيب هقول له صباح الخير، البي بتساوي كام؟ سي ام. والاي بتساوي كام؟ سي ام باور 2. ثالثه اعدادي خلصت. نرجع شغل ابتدائي. همسك الليفت هاند سايد اكتبه هو A باور 2 بلس B باور 2 على B باور 2 بلس C باور 2. يلا نعوض. شيل ال A
وشيل مين؟ البي. ايوه. وشيل مين؟ البي. ايوه. ولكن السي ماشي. البي موجوده فين وفين؟ يلا البي بتساوي سي ام. مستر بس مش المفروض باور 2 على فكره. انت غلطان. لا انا مش غلطان، انا شلت بي وحطيت سي ام. مين الباور 2 ده؟ بتاع الراجل اهو، هو اللي حط الباور 2 ده مش انا. يلا ايه شيلها احط مكانها كام؟ سي ام باور 2. طيب هنعمل ايه في الباور 2 ده يا جدعان؟ هنوزعه. تعال نوزع كده وبالراحه. السي باور 2 والام هنا باور 2 باور 2 2 في 2 اللي هي كام؟ 4. يبقى عندي هنا مين؟ سي باور 2 ام باور 2 اول تو ذا باور 2 يعني ام باور كام؟ 4 بلس هوزع الباور 2 ده. يلا تبقى سي باور 2. ايوه ام باور 2 على هنا في مين؟ وزع يلا تبقى ايه؟ سي باور 2 ام باور 2 بلس مين هنا هندسه؟ سي باور 2. لما تيجي تبص انا عملت ايه؟ انا وزعت الباور من اولى اعدادي وكمان اقل من اولى اعدادي. الباور 2 تتوزع هنا وين؟ الباور 2 تتوزع هنا وين؟ الباور 2 تتوزع هنا وين؟ قشطه. طيب تعال نشتغل فوق او تحت ما تفرقش. تعال نشتغل اي حاجه. تحت سهله ايه؟ طبعا السي هنا جنبها كام؟ 1. يلا اصحى معايا وصحصحي معايا بابا. يلا مين متكرره؟ سي باور 2. هل في حاجه صغيره وحاجه كبيره؟ لا هنسحب السي باور 2 شخصيا. لما اسحب السي باور 2 هيتبقى كام يا ابني؟ ام باور 2. لما اسحب السي باور 2 ما سيبناش حاجه. طالما ما سبتش حاجه يبقى سبت ليه؟ ال1. فوق لا في قله ادب. بس في واحده سهله. شايف السي باور 2؟ شايف السي باور 2؟ هتسحب عادي. هتسحب عادي. يلا اسحب السي باور 2. ولكن الام خليك راجل فهيم بقى. هسحب الام باور 4 ولا الام باور 2؟ الام باور 2 ولا الام باور 4؟ ام باور 2. يلا بينا. لما اسحب ام باور 2 كل ام تخس 2. الام باور 4 تبقى كام؟ ام باور 2. مش انا سحبت الام باور 2 فكل ام هتنزل 2. الام باور 4 هتنزل 2 تبقى كام؟ 2. يلا بينا. انا سحبت السي باور 2 وسحبت الام باور 2. ما سحب سي باور 2 وسحبت الام باور 2 ما سيبناش مكانها حاجه يبقى لازم نسيب ال1 يا جماعه. طالما ما سيبناش حاجه يبقى لازم نسيب الايه؟ ال1. يلا شطب. مين يمشي مع مين؟ سي باور 2 سافرت مع السي باور 2. ام باور 2 بلس 1 راحت مع ام باور 2 بلس 1. اتبقى مين بس؟ ام باور 2. اوعى الفرحه تنسيك انك في الناحيه الشمال. يلا بينا نمسك الناحيه اليمين. هات لي رايت هاند سايد. الرايت هاند سايد بتساوي كام؟ A على C. يلا بينا. هعمل ايه؟ شيل الايه وحط مكانها حاجه وما تشيلش السي وتحط حاجه. يلا شيل الايه. الايه بشيلها واحط مكانها كام؟ سي ام باور 2. هل بشيل السي؟ هنشطب مين مع مين؟ قول لي كده. السي سافرت مع السي فتبقى ام باور 2. الله. الناحيه الشمال ام باور 2 واليمين ام باور 2 فالناحيه الشمال بتساوي اليمين. طبعا الراجل بيبقى فاهم شويه بيديك ناحيه صعبه مزعجه سخيفه وناحيه ايه؟ سهله تمشي على طول. تمام؟ اوكي؟ بعيد نفس الكلام هو بنعوض ونسحب الكومن فاكتور ونشطب. بنعوض ونسحب الكومن فاكتور ونشطب. مسألة كمان سبوره كمان سبوره كمان. سؤال جميل وسهل واول مره نشوفه النهارده صح؟ هنشتغلوا مع بعض. بيقول لك ايه؟ الناحيه الشمال اثبت انها ايكوال الناحيه الايه؟ اليمين. ماشي؟ اوكي. بيقول لك ايه؟ 4a باور 2 ماينس 3b باور 2 على 4b باور 2 ماينس كام؟ 3c باور 2 بتساوي ايه على السي. مكتوب صح ده؟ على ضمانتك. ماشي. يلا بينا نفترض افتراض ثالثه اعدادي. افتراض ثالثه اعدادي عباره عن مين؟ b بتساوي cm والسي بتساوي او الايه سوري بتساوي cm باور 2. هنمسك الناحيه الشمال ونعوض فيه. في واد يكتبها تاني وفي واد يقول لي لا مستر انا هعوض على طول. عوض يا عم. ال4 تنزل والاي باور 2 اشيلها. ال3 تنزل والبي باور 2 شيلها. مش البي باور 2 شيل البي. ال4 تنزل والباور 2 شيلها. ال3 تنزل والسي عمري ما شلتها. لو السؤال مكتوب غلط هقتلك. ماشي؟ يلا بينا. شيل البي حط مكانها كام؟ سي ام. سي ام. شيل الايه حط مكانها كام؟ سي ام باور 2. يلا بينا. وزع لي الباور ده هندسه. هتبقى ايه؟ 4
سي باور 2 ام باور 4 ماينس 3 تنزل تبقى كام يا ابني؟ سي باور 2 ام باور 2 على وزع ده هتبقى ايه؟ 4 سي باور 2 ام باور 2 ماينس 3 سي باور 2. اسحب ايه اللي تحت؟ مين متكرر تحت وسهل اهو؟ سي باور 2. يلا يا ابني اسحب لي السي باور 2 كومن فاكتور. لما نسحب السي باور 2 كومن فاكتور يتبقى كام؟ 4 ايوه ام باور 2 ماينس 3 فوق. هنسحب مين كومن فاكتور؟ سي باور 2 مش تبقى خالص. وهنسحب من الام باور 2 الام باور 4 ام باور 2. يلا بينا بقى. لما اسحب ام باور 2 من اصل الاربعه هيتبقى 2 تبقى 4 ام باور 2. لما اسحب ام باور 2 من هنا يتبقى كام؟ 3. مين يسافر مع مين يا ولا؟ سي باور 2 سافرت مع السي باور 2 وده مع ده السلام. يتبقى مين يا ابني؟ ام باور 2. اوعى الفرحه تنسيك بقى السؤال. يلا الناحيه بقى الايه؟ اليمين. وطبعا الراجل بيراعيني مديني كده ناحيه رخمه وناحيه سهله. طبعا الناحيه اليمين سهله ايه؟ هقول له الرايت هاند سايد بتساوي الايه هشيلها والسي هسيبها. الايه شيلها واحط مكانها سي ام باور 2 فالسي هي تطير مع السي هي يتبقى ام باور 2. تقول له ايه؟ الناحيه الشمال بتساوي الناحيه اليمين. ملحوظه اخيره وبعد كده اسيبك تنطلق. يقول لي A و B و C و D are in continued proportion. مستر دي بتاعت الحصه اللي فاتت. لا الراجل هنا قال ال A وال B وال C وال D are in continued proportion. الله continued يعني ماسكين في بعض. يعني ايه؟ الاول على التاني بيساوي التاني على التالت بيساوي التالت على الرابع. مستر بس انت ما قلتلناش كده الحصه اللي فاتت صح؟ الحصه اللي فاتت كنت الاول على التاني بيساوي التالت على الرابع لما كان بيقول لي ان هما in proportion بس. لكن النهارده قال لي in continued ايه؟ proportion يعني بيسلموا بعض. الاول على التاني بتساوي التاني على التالت. ايه ده في رابع؟ بتساوي التالت على الرابع. ماشي. هيا يا مستر افرض قال لي كده هنفترض ايه بقى؟ بص اللي انا هقوله ده ليه اثبات بس مش هثبته هتحفظه. فاكر لما كنت بقول البي بتساوي سي ام والاي بتساوي سي ام باور 2؟ لا احنا هنعمل حركه جديده بقى. هتعمل ايه يا مستر؟ السي هتساوي دي ام والبي هتساوي دي ام باور 2 والاي هتساوي دي ام باور 3. يا لهوي غلسه 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 غلسه. دي التانية كانت غلسه بس دي اغلس منها. تاني كأن بص كده اهي السي بتبعد كام خطوه عن الام؟ واحده يبقى السي بتساوي دي ام. طب البي بتبعد كام خطوه؟ 2 يبقى البي بتساوي دي ام باور 2. طب الاي بتبعد كام خطوه؟ 3 يبقى الاي بتساوي دي ام باور 3. ولما تجيلك المساله ده لو جت هتشيل الاي وتحط الفاليو تشيل البي وتحط الفاليو شيل السي حط الفاليو. بس مين الحرف اللي مش هشيله؟ الدي. الحرف مش هشيله مين؟ الدي. طيب لكن المسألة اللي فاتت كان بيقول لك ايه؟ A و B و C صح؟ 3. كنت بتقول البي بتساوي سي ام والاي بتساوي سي ام باور 2 ومش بتشيل السي صح؟ هنا الموضوع اتعكس. هنا بقى 4 فالسي هتساوي دي ام والبي هتساوي دي ام باور 2 والاي هتساوي دي ام باور كام؟ 3. ومين الحرف اللي مش هشيله واحط حاجه؟ هو الدي. ده المعلم. وتعيد نفس الخطوات تاني وتعوض نفس الخطوات تاني ولكن بالدي ام والدي ام باور 2 والدي ام باور 3. ماشي؟ هتلاقي مساله واحده موجوده في الهوم ورك حاول تحلها. ما عرفتش تحلها المره الجايه. بس كده نكتفي بهذا القدر.